ادي سفر اشعياء ماشي. 21 اهو. اقرا كده عدد 13، اقرا كده الكلمه دي. وحي من جهة بلاد العرب. يعني ايه وحي يا وليد؟ يعني وحي، يعني ايه وحي برضه؟ يعني نبوة، رسالة. رساله من الله، صح؟ اه. جميل. الرساله من الله دي بتنزل على حد عادي ولا على نبي؟ تنزل على نبي اكيد يعني. جميل. فبيقول لك في وحي من ربنا هينزل على نبي في بلاد العرب، يعني نبي عربي يعني. لا الوعي في بلاد. لا، وحي من جهة بلاد العرب، يعني وحي بيتقال لبلاد العرب. يعني الوحي اللي هيقوله إشعياء النبي لبلاد العرب، مش يا من راجل، بلاد العرب. يا راجل. اه حضرتك، يعني وحي من هو جهه بيقول بلاد لك العرب وحي ينزل من عليه جهة إشعياء. بلاد العرب. دي معنى وحي يعني بالنسبه لك دي؟ اه يعني هو كلام من الله هيحدث في بلاد العرب، كلام من الله هيحدث في بلاد العرب، في الوعي في بلاد ايوه، العرب في المسلمين. حاجة تعال نكمل هتحصل، هو النص. بيكمل اهو. هو تعال نكمل بيكمل ايه اللي النص. هيحصل. هاتوا ماء تمام. لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء. أرض تيماء دي في السعودية، اللي هي المدينة المنورة حاليا يعني. تيماء؟ اه والله تيماء في السعودية اهو. ايه ارض تيماء دي؟ أرض تيماء اهو قدامك اهو. فين؟ امم في السعودية. السعودية. طيب. طيب. قال لك في واحد عطشان هيهرب من مكان، هيروح لأرض تيماء. تمام. الشخص ده نزل عليه وحي في بلاد العرب، هيهرب من مكان، هيروح لأرض تيماء. فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، ومن أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. راجل هربان من الناس عايزة تموته، هيروح للمدينة المنورة اللي هي أرض تيماء. فإنه هكذا قال للسيد: في مدة السنة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قدار، وبقية عادة قصية أبطال بني قدار تقل. أنت عارف مين هو قدار؟ ايه هو؟ قدار ده الابن الثاني من أبناء إسماعيل حسب سفر التكوين 25:13. سند الله عليك. ثانية واحدة بس. انا طولت عليك انا عارف. لا ولا يهمك، لا ولا يهمك عادي. أها. فين الحاج قدار؟ أيوه. قدار ده بقى يا سيدي في سفر التكوين 25:13، ده الابن الثاني من أبناء إسماعيل. بس أنا عايز أجيب فين النص كده؟ بس. عايز أجيب النص من بره هنا. أيوه 25:13 أهو. وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبيوت بكر إسماعيل، وقيدار، وأدبئيل، ومبسام. قدار ده خرجت منه قبيلة مين بقى؟ تعال نجيب هي تفسير سفر التكوين للنص ده. كانت وخدام كنيسة مرمرقس مصر الجديدة، صفحة رقم 188. قال لك أنجب إسماعيل 12 ابن: نبيوت، وخلف قدار، وأيضا قدار ومعناه أسود، وقبيلته مذكورة في نشيد الأنشاد. ومنه جيش من الذقاء ومن حمية. وخرجت منه قبيلة مين؟ قريش. قريش. جميل. طيب. ده كتاب تفسير الكتاب المقدس سفر التكوين للأرشدياكون نجيب جرجس، واعظ الأقباط الأرثوذكس بملوي والمدارس والكليات الكليريكية. بيفسر برضو النص. وقيدار تعتبر أشهر قبائل العرب، تكون قبيلة مين من مين؟ قريش من قدار. طيب قول لنا بقى يا سيدي، مين هو الشخص اللي نزل عليه وحي في بلاد العرب، وهاجر أو هرب من مكان إلى المدينة المنورة اللي هي أرض تيماء، وحارب بعد سنة بالظبط، حارب نسل أو بني قيدار اللي هم قريش. حرب قريش، عمل معاهم حروب يعني لغاية ما أفناهم. مين هو الشخص ده؟ طب كمل كده اقرأ. هو ايه خلص ايه الإصحاح. اللي بعد لا لأن الرب تحت. إله السرقة تكلم. خلص الإصحاح. بعد كده إيه 22 بعد كده. مين بقى الشخص ده يا وليد؟ مين بقى الشخص ده يا وليد؟ مش عارف، بس اكيد يعني مش مم. مش مين؟ طب انت عاوز تقول ايه؟ طب انت عاوز تقول ايه؟ ما بقولش والله، أنت اللي تقول، أنا مالي. أها. هو
واضحة وصريحة والله. ولا ينكرها لا هو إلا. مش شرط يبقى هات لي نبي عربي واحد، مثلا. هات لي واحد بالمواصفات دي غير حد تاني غير اللي في بالك دلوقتي انت. على فكرة في العرب كان فيها انبياء كتير، هات لي انبياء العربي كتير اللي كانوا من قوي. الانبياء، هات لي العربي، هاتهم لي العربي اللي كانوا من الانبياء دول. انت ما عندكش عرب اصلا، انت ما عندكش انبياء جو من جهة العرب اساسا اصلا. ايوه اصلا تمام، بس انا هو بتكلم بني تاريخي. ان اسرائيل هو يا كان وليد، فيها. يا استاذ وليد، اصلا الانبياء يعني هم ليه، او هم اليهو، اللي مش عايزه اقول اسمهم بس عشان حظر، هم اصلا هم دول كانوا شعب الله، كانوا كل الانبياء بينزلوا فيهم. ما ما العهد جه من نزلش اسحاق ولا بقى. نبي بره بني اسرائيل، ما حصلتش. فمنين بتقول لنا في انبياء عرب؟ ما لو طلع في انا انبياء من بتكلم العرب على يبقى انبياء كذبه الحقبة. بالنسبه لك اصلا، يعني ولا بالنسبه لك اي انبياء حقبه، ما كذبه. ايوه فيش هما. ولا نبي خارج بني اسرائيل غير واحد بس. ما انت قول لنا واحد تمام بالمواصفات تمام، دي مين انا يا انا وليد؟ بتكلم. حد تمام. بالمواصفات طب دي اسمعني حضرتك. واحد نزل انا عليه وحي بتكلم من جهة على ان العرب، كان في ناس فعلا، فعلى ولا ايام واحد ادعى نبوة النبوه؟ برضك. ما فيش حد ادعى ناس كتيرة. النبوه في بلاد العرب غير اللي في بالك. ما فيش حد، لا يوجد احد ادعى النبوه غير اللي في بالك. واحد بس في العرب كلهم، انت عارفه مين كويس بس مش راضي تنطقه. والله ابدا. بص هقول لك حاجة. هو عامة انتوا ناس محترمة والله العظيم، وانا مبسوط ان انا شاركت معاكم. وفي الحقيقة يعني بس ما قلتناش مين ده. آه، انا مش عارف. انا ما اعرفش، انا ما قرأتش يعني ما تعرفش مين هو النبي العربي النقطة اللي دي. حارب نسل قريش، اللي حارب قريش؟ ما تعرفهمش هو مين؟ انت طب ماشي، ما مش شرط مثلا يكون اللي في دماغ حضرتك. من افنى مجد فاهم. قريش؟ من افنى مجد قريش؟ طيب هات لي في التاريخ واحد افنى مجد قريش. هم؟ مش عارف. ما فيش حد افنى مجد قريش غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم صراحه كده. ما يوجد احد في التاريخ بس افنى خد مجد بالك، هو قريش غير بيقول النبي. هو بيتكلم في شرط، بيقول لك في مدة سنة لمده سنه كسنة فعلا. الأجير. النبي محمد هاجر من مكه الى المدينه ارض تيماء. خلي بالك دادان دي القرب من مكه والمدينه. ولو عايز نطلع لك خريطه اطلعها لك. بص بص كده. تيماء دي فين؟ تيماء دي اللي هي المدينه المنوره. تعال اوريك كده. بس اوريك هو الخريطه. حارب قريش وهو في المدينة المنورة، اه ولا بعد الهجرة ولا؟ لا، بعد الهجره هاجر المدينه المنوره. بص كده، ادي الخريطه اهو. اه. ايه دي؟ شاف دي؟ شاف دي؟ ودي شاف الطريق ما بين ده وده؟ بس النبوة بدأت في مكة، مش ايوه النبوه بدات في المدينة مكه، بس احنا المنورة. بنتكلم على ان هو بعد ما يهرب من مكان من دادان الى تيماء. لما يوصل المكان ده بعدها بسنه هيحارب نسل قريش. الطريق ده مش بيشبه لك بحاجه يا راجل؟ ده الطريق ما بين مكه الى المدينه هذا. ده الطريق ما بين مكه الى المدينه. النبي بعد سنه بالظبط، والله يا رجل بالظبط. النبي بعد سنه من هروبه او من هجرته الى المدينه المنوره الى تيماء. حتى بص احنا عندنا حديث والله عن مش النبي قال لك. بعارف. تمام. بص احنا كم. عندنا حديث عن النبي خرج فيهم نبي بأرض ايه؟ بأرض تيماء. اه تيماء. قالوا نحن العرب. قالوا فما فعلت العرب؟ قالوا خرج فيهم نبي بأرض تيماء. على النبي محمد عشان حديث كان بيتكلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا. تمام. فالنبي محمد بعدها بسنة مم. حارب كفار قريش في غزوة اسمها غزوة بدر. النبي هاجر سنة 623، سنة 624 غزوة بدر. بالظبط سنة بالظبط. خلي بالك سنة سنة كسنة ازاي؟ الأجيال. اهو والله السنة النبي. اكتب بس، اكتب متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 623، ومتى حارب النبي بدرا أو حارب قريشا في بدر 624. تعال اجيب لك كده الأخيرة اللي هتقيم عليك بيها الحجة. يبقى أنا كده عملت عملت اللي عليا معاك النهاردة يعني. أوريك حاجة أقسم بالله يا وليد لو أنكرتها، عارف، لا ينكرها إلا جاحد. وأنا بحلف بالله ما ينكر هذه النبوة إلا جاحد. ده لو أنكرتها لي عن بتتكلم على النبي ايه محمد طب؟ صلى الله عليه وسلم. دي نبوة أنا كنت منزلها عندي على الصفحة. تعالى أوريها لك كده بس والناس تركز فيها عشان هي صعبة شوية. ده آخر حاجة هعرضها لك عشان أنا أستكفي بذلك. النهاردة فتحت أكتر يعني. تمام. تعالى بوريكم والناس بقى تركز في النبوة دي. ماشي. ده سفر دانيال 9 إصحاح 24. تمام. طيب قال لك إيه بقى؟ اه صح، زي ما 70 بيقول أسبوعا. عبد الله. هو الكلام ده نسوا يحرفوه ازاي؟
70 أسبوعا قضيت على شعبك. الرب بيقول لدانيال إيه؟ 70 أسبوعا قضيت على قضيت شعبك الشعب. وعلى مدينتك المقدسة اللي هي أورشليم لتكميل المعصية وتتميم الخطايا. أنا هقرأ لك النص وهفسره لك واحدة واحدة، والناس يا جماعة تركز معايا، الله يبارك فيكم يا رب. ده ولكفارة دانيال 9:24. أيوه بالظبط. تاني أقرأ النص. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا. هيجي واحد اللي هو اسمه البر، هيجي واحد بالبر الأبدي، هيجي البر الأبدي ده. ولختم الرؤيا والنبوة خاتم النبيين، هيبقى خاتم النبيين. ولمسح قدوس القديسين، يمسح يعني يختار، الممسوح من الله يعني المختار، قدوس أيوة. القديسين. تمام. ده إصحاح 9 عدد 24. يعني ايه؟ واحدة واحدة. 70 أسبوعا، يعني ايه 70 أسبوعا أصلا؟ تعال نجيب تفسيرات المسيحيين، أنا ما هجيبش حاجة من عندي. تفسير الكتاب المقدس العهد القديم القمص تدرس يعقوب مرض. ما هو معنى الأسبوع؟ في تفسير دانيال 9. وقد أجمع علماء اليهود علماء ومفسري اليهود والمسيحيين في تفسيرهم لهذه النبوة مع اختلاف اتجاهاتهم على أن عبارة 70 أسبوعا تعني 70 وحدة من 7 وحدات، يعني 70 في 7، وهي بهذا تعني 70 أسبوعا من السنين. يعني تدرس يعقوب يعني كم سنة؟ يعني لخصها لنا الراجل جاب لي هنا أي تفسير تدرس يعقوب مرة برضه نفس النص برضه دانيال 9. اقرأ كده. قال لك تكون المحصلة كام؟ 475 سنة، وهي تقابل كام؟ 490 سنة بالحساب اليهودي اللي هو السنة القمرية، لأن اليهود أنت عارف بيحسبوا بالقمر، صنع القمر أيوة. للمواقيت. فقال لك بالظبط. 70 أسبوعا يعني 70 في 7 يعني 490 على حسب القمر، مش التوقيت الميلادي. حاسب التوقيت الميلادي غير التوقيت القمري، لأن اليهود توقيته مش بالظبط. توقيت ميلادي، توقيت قمري زينا احنا المسلمين. يعني 70 أسبوعا بيقول لك يعني بعد 490 سنة هيحصل خراب على مدينتك المقدسة، هيحصل خراب على أورشليم. هيقول لك بعد خراب أورشليم ده، بعد قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا، بيقول لك بعد خراب أورشليم هيحدث سنة كذا، بعده ب 490 سنة هيجي قدوس القديسين وخاتم النبيين. يعني دلوقتي عايزين نعرف. لا ثانية فين الكلام ده؟ أنا عاوز أقرأ اقرا معايا تفسيرها، اقرا معايا تفسيرها. اجيب لك تفسيرها، اقرا كده. تفسير كل حاجه بتفسيرها. تفسير الكتاب المقدس العهد القديم القمص تدرس يعقوب مرض. هذا وقد ذكر مونتجامري الذي تبنى آراء النقاد في القرن العشرين أن كثيرا من علماء اليهود في العصور الوسطى اتبعوا الرأي التقليدي في اعتبار أن نقطة النهاية في النبوة دي بتاعت دانيال 9 هي دمار إيه؟ أورشليم بواسطة طيطس أو هدريان. اسمه إيه اللي هيدمر أورشليم؟ هدريان. فبعد هدريان هنجمع 490 سنة هيجي خاتم النبيين وقدوس القديسين. طيب عايزين نعرف بقى مين هو البر الأبدي ده اللي هيجي بعد 490 سنة بعد خراب أورشليم 490 سنة. تعال نجيب برضه علماء اليهود نفس التفسير برضه هو والله. ويقول الحاخام موسى هدرشان البر الأبدي هو مين؟ الملك المصايا، اللي هو مين؟ المسيح أو المصارع. تمام؟ جميعا هو الشخص الإنسان ده. يبقى تاني كده احنا هنستنى خراب أورشليم، هنجمع بعد خراب أورشليم 490 سنة، بعد 490 سنة بعد هنجمع الاثنين دول 490 زائد خراب أورشليم، هيجي بعدها يؤتى بالبر الأبدي اللي هو المسيح، هيجي وهيجي قدوس القديسين. المطلوب أنا أعرف إمتى دلوقتي؟ أعرف خراب أورشليم عشان أجمع عليه ال 490 صح؟ تعال بقى نجيب خراب أورشليم حصل إمتى بقى؟ تاريخ جيب خراب أورشليم حصل إمتى بقى؟ تاريخيا بقى. أدي مدخل إلى تاريخ اليهودية وتعاليمها الدكتور عيسى دياب. ركز معايا. انت بتجيب الحاجات دي منين؟
ركز تقول معايا حاجة بالله بالله. عليك عشان دي عايزه تركيز معاك. والله. دي من اصعب النبوات في الكتاب المقدس باكمله يعني. طيب معاك. قال لك وفي صيف العام 100 كام 135 ميلاديا هاجمت القوات الرومانية أورشليم، حيث يقبع العدد الأكبر من الثوار اليهود. وكانت حصيلة الأحداث أن مات عددا كبيرا من اليهود، وجرف عدد كبير من القرى والبلدات اليهودية، واتخذ مين؟ هادريان. اللي هو كان هيدمر مين؟ أورشليم. قال لك بواسطة مين؟ هادريان. في سنة هادريان. كام؟ اه 135. نكمل. واتخذ هادريان تدابيرا صارمة عازما على القضاء على اليهودية من جذورها. منع هادريان قراءة التوراة، ومنع استعمال التقويم اليهودي، وأعدم علماء اليهودية وفقهاءها، وأحرق المخطوطات اليهودية المقدسة في احتفال كبير أقامه على جبل الهيكل. وأقام في موقع الهيكل المنهدم منذ العام 70 ميلاديا تمثالين، واحدا لجويتر وآخر ليه هو. يبقى خراب أورشليم كان على يد هادريان سنة كام؟ 335. طب برضه تعالى نتأكد من كتاب تاني برضه. تعالى كده معايا. ده كتاب مسيحي. انا عاوز اشوف الآية تاني. طيب انا عاوز اشوف الآية بتاع دانيال. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي. فقال لك المفسرين إن نهاية النبوة دي أو نهاية خراب أورشليم هتبدأ من أول دمار أورشليم. فأنت بعد دمار أورشليم هتبدأ 490 سنة. إحنا جبنا دمار أورشليم سنة كام؟ 135 ميلادية. تعال نجيب برضو الكتاب المسيحي ده ولديورنت، ده كاثوليك، قصة الحضارة لولديورنت، بيحكي فيه حضارات التاريخ كلها. قال لك إيه بقى؟ ذلك أن هادريان أعلن في عام 130 أنه يعتزم بناء ضريح لجويتر في مكان الهيكل، ثم أصدر عام 131 مرسوما، وفي 132 لغاية ما وصل ل 135 وعمل كل اللي هو عايزه. فلم يكتفي بتحريم الختان، بل حرم معه الإثبات والاحتفال بأي عيد من أعياد اليهود أو إقامة أي طقس من الطقوس اليهودية، وحرم عليهم دخول بيت المقدس، كل حاجة. طب هو ليه ما يقصدش مثلا ان خراب اورشليم ده اللي هو خراب الهيكل؟ أنا مالي بقى، ده علماء اليهوديين قالوا كده، وأنا بجيب بفسر من عندي يا هساجب لك. أنا بفسر من عندي، ولا جبت تفسير آبائك وبجيب تفسير اليهود. ده علماء اليهود، ده كتابهم هم اللي بيقولوا ده المسيا. طب أن كثير من علماء اليهود في العصور الوسطى إيه؟ اتبعوا الرأي التقليدي، يعني الرأي السائد، رأي التقليد، في اعتبار أن نقطة النهاية في النبوة هي دمار أورشليم بواسطة مين؟ تيتوس أو هادريان. تيتوس زي مين؟ أو هادريان. هو راشي وابن عزرا. هو ليه اسمين. أيوه راشي أيوه. أكبر علماء اليهود راشي ابن عزرا كاتب التوراة قال كده برضه. طيب ادي برضو كتاب تاريخ الحضارات روما وامبراطوريتها سنة كام؟ من 132 ل 135. ثورة اليهود بقيادة السمعان بن قصبة في فلسطين، منع اليهود من دخول أورشليم اللي هو كانت بواسطة هادريان. جميل. طيب أنا دلوقتي يا باشا، أنا جبت دلوقتي خراب أورشليم سنة كام؟ 135. وعندي هيؤتى بالبر الأبدي اللي هو المصايا اللي هو خاتم النبيين سنة 400 بعد 490 سنة. هنجمع الاثنين دول، بس أنا عندي مشكلة. 490 دي بالقمري ولا الميلادي؟ قمري صح؟ قمري صح؟ أنا عايز أجيب بالتاريخ الميلادي بقى. ما هذا ميلادي، إزاي أجمع ميلادي مع قمري؟ لازم أجمع ميلادي زائد ميلادي. فبحول بقى من قمري لميلادي. بعملها ازاي بقى؟ تعالوا بنعملها ازاي؟ بنجيب السنة القمرية فيها كام؟ السنة القمرية فيها 354 يوم. تمام؟ طيب بنجيب السنة القمرية بنضربها في ال 490 بتوع السنة القمرية بتاعتهم على السنة الميلادية. هيدينا كام سنة؟ معايا؟ 475. ايوه 475 سنة. يبقى دلوقتي هنجمع 135 ميلادي زائد 475 ميلادي، هيدينا كام؟ الناس اللي بتحسب بقى احسب لنا انت بقى، يلا.
135 و475 هيدينا كام؟ كام؟ 400 شغل دماغك يلا. 500 500 580 610. جدع. يبقى دلوقتي يا جماعة في عام 610 هيجي المصايا خاتم النبيين البر الأبدي. انت عارف من جه سنة 610؟ طب انت ليه حسبتها كده؟ انا ما حسبتش والله حاجة، انت اللي بتحسب معايا. قول لي بس، عارف من جه سنة 610؟ ما اعرفش، هو التاريخ بالظبط ما اعرفوش، قول لي بس بس انت انت اكيد مين؟ قصدك. قول لي انت بس انت مين؟ قول لي انت بس مين؟ ما اعرفش. اقرا كده معايا كتاب دور المسيحيين الثقافي في العالم العربي، الاب سمير خليل سمير اليسوعي. وولد محمد حوالي سنة 570 وباشر رسالته سنة كام؟ الله أكبر، 610. 610 ده بالظبط، ده بالتاريخ بالظبط يا راجل. مش أنا بقول لك لا يشهد هذه النبوة إلا جاحد؟ هو في أكتر من كده؟ طب يعني ازاي؟ المصايا اللي مستني هو النبي محمد؟ أيوه والله. يعني المصايا اللي اليهود مستني هو النبي محمد المفروض؟ أيوه. يعني خاتم النبيين هو النبي محمد؟ تخيل يا رجل. عشان كده عندنا ايه قرآن بتقول ايه؟ تعال اوريها لك كده. تعال اوريها لك. اقرا كده. بص كده اهو. دي في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ايه ده. لا ثانية، عايز اجيب حاجة، عايز اجيب حاجة شغلتني كده ثانية كده. عايز اجيب حاجة كده شغلتني ثانية. ختم مين؟ ولا ختم الرؤيا ومين؟ والنبوة. بس هو في حاجة. ايه الحاجة هو بقى؟ ازاي التاريخ، انا عاوز يعني ازاي التاريخ بقى يتظبط كده؟ والله عارف ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين بس يتبعون المسيح الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بالظبط يا راجل، بالظبط. أنا ما حسبتش حاجة والله، ما نطقت بكلمة من عندي من الشيء من العالم، كلها تفاسير قدامك، تفاسير قدامك ها. أنا ما جبتش حاجة من عندي. تدرس يعقوب مرة لنا 475 سنة على حسب الميلادي و490 سنة حسب القمري. حتى انت لو مش مصدق هبص، حتى لو انت قلت الحسبة دي جبتها منين يا علي؟ 475 الميلادي دي جيبها من ابوك. تدرس يعقوب ملطي ها 475 سنة، مش انا اللي جبتها. 475 سنة ميلادي هي 490 سنة قمري. نجمع 135 خراب اورشليم اللي هو على يد هدريان. انا اللي قلت ان هدريان هو اللي هيخرب اورشليم؟ والله العظيم ما نطقت. ده علماء اليهود واكبر علماء اليهود اللي قالوا كده. قالوا ان المصايا ده هو الملك المصايا اهو الابتيتس او هدريان. عملت هدريان سنة كام؟ 135. طيب 135 زائد ال 475 610 يا راجل. هيجي المسيح او المصايا خاتم النبيين والبر الابدي. طب انت عارف يعني ايه المسيح؟ المسيح يعني المختار من الله سبحانه وتعالى. لا، المسيح المنتظر معناها ايه؟ المسيح المنتظر الشخص الملك او الشخص اللي اليهود المنتظرين والنبي المنتظر اللي اليهود المستنين. يلا قول لي بقى ايه ردك طيب بقى ما هي سيبك بقى من المصايا بقى. مين؟ ماليش دعوه. مين بقى اللي هو خاتم النبيين اللي جسد 610 ده؟ يا راجل ده انا جبت لك من كتاب، ده انا جبت لك من كتاب مسيحي يا راجل مش مسلم. كتاب مسيحي قال لك ان هو انا جسد معاك انا معاك انا بس مستغرب اللي هو ازاي كده. تعال اوريك الاغرب والاغرب من ذلك. حد قال لك ان اسم النبي موجود صراحه في الكتاب المقدس في العهد القديم بالذات؟ تسمع عن لا الترجمه العربيه السبعينيه؟ لا لا. تعال نجيبها كده نشوف. ابوك رافائيل، عارف الانبا رافائيل اكيد صح؟ عارف. انت هتضحك بس من الصدمه بس والله صدقني.
لان عمر ما المسيح هيوريك الكلام ده والله انا ولا بالدقه دي. انا هي انا عارف اقول لك حاجه، لا دي من اصعب النبوات اصل اللي ممكن تتشرح في الكتاب المقدس والله. هو من في اصعب من اصعب كده. النبوات اللي ممكن تتشرح والله، ومن اعظم النبوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والانبا رفائيل رفائيل الترجمه السبعينيه. تعال اسمع كده اهو ابوك رفائيل اهو. استني بس. تعال هادي بالراحه، اسمع بقى كده. وليه لما ايه معنى ترجمة سبعينية؟ وليه لما ترجمت الأسفار القانونية الثانية لم تترجم؟ ولماذا سميت بالأسفار القانونية الثانية؟ الترجمة السبعينية هي ترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، من العبري لليوناني، زي ما بترجم مثلا من إنجليزي العربي ترجمة. حصلت في القرن الثالث قبل الميلاد في مدينة الإسكندرية بواسطة 70 أو 72 عالم من علماء اليهود يتقنون اليونانية ويتقنون العبرية تحت إشراف الحاكم اللي اسمه بطليموس. عشان كده سموها سبعينية، لأن اللي اشتركوا في الترجمة 70 شيخ، أو هو بالحقيقة 72 شيخ بس للتقريب بيقولوا 70. يبقى دي ترجمه معتمده في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، ودي ترجمه كانت عملوها علماء اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد اصلا يعني. تمام، وموجوده. بتاخد النص في العبري وتترجمه. العلماء بيترجموه من ايه؟ من عبري اليوناني. ماشي معايا يا وليد؟ معايا. طيب ادي الترجمه العربيه السبعينيه اهو. الاسفار النبويه الجزء الاول، سفر هوشع اصحاح 9. سفر هوشع اصحاح كام؟ اصحاح 9. طيب تعال نقرا كده مع بعض. بس معلش من اول عدد 6. لذلك هو ذا، حبك الله يا حبيبي يا مصطفى يا رب. لذلك هو ذا على اليهود، لذلك هو ذا سيمضون من بؤس مصر فتقتبلهم ميافيس ويقبرهم مين؟ اسمه ايه ده؟ مخيماس. عارف يعني ايه مخيماس؟ يعني ايه يعني ايه؟ تعال نرجع كده في الهامش من تحت، في النص المزوري اللي هو العبري. ادي النص اهو، ويقرأ ايه؟ انطق الاسم يا راجل، انطق الاسم. ويقرأ ايه؟ محمد. الله، ده بالاسم اهو. يا حلاوة. وفي حاجة تانية هو النبي فعلا محمد قبر اليهود؟ طبعا النبي محمد هو ايه المصدر ده؟ طيب هو ايه المصدر ده؟ دي الترجمة العربية السبعينية. روح اسأل ابوك في الكنيسة عن الترجمة العربية ده انا جبت لك ابوك رفائيل. عايز اجيب لك مين تاني يعني؟ هجيب لك مين تاني؟ قال لك دي ترجمه معتمده في الكنيسه القبطيه، ترجمه معموله من قبر، معموله في الاسكندريه وموجوده. انت لو رحت مكتبه المحبه وقلت لهم عايز الترجمه العربيه السبعينيه هيدوها لك يا عم. انا مالي. عارف يا وليد قصة سمعان الشيخ اللي موجودة عندك في إنجيل متى، اللي هو عاش مش عارف كام سنة وظهر له الملاك قال له إن أنت لن ترى قبل أن تعاين المسيح الرب اللي بتصلي بيها في صلاة الساعة الثالثة. سمعان الشيخ ده بقى واحد من ضمن الشيوخ اللي كتبوا الترجمة السبعينية. بالظبط، من ضمن الشيوخ اللي كتبوا الترجمة دي. فبالله عليك يا وليد، بعد ده، بعد 21 وبعد نبوة دانيال وبعد السلام عليكم. البتاع دي. عليكم السلام يا حاج، وانا حياك الله حبيبي. معلش لو كنت طالب مدى ما شفتكش والله، ما ظهرش عندي والله حبيبي والله. تمام، انا هبعت لك بس صورة للكتاب ده علي، يعني عشان بقى علي، يعني عشان بس توريها للاستاذ اللي معانا ان محطوط فيها صوره البابا تودرس على فكره، يعني ترجمه ارثوذكسيه. يا ريت ابعتها لي اشوف معايا الصوره بتاعتها. طيب ابعتها لي كده، بس ابعتها لي وانا على التليجرام اللي انا اللي هو فيه اسم حرف الايه، او انا هبعت لك رساله على كده. عشان عارفه انا ببعت لك عشان انت بتبعت لي على التليجرام تاني خالص. معاك الرقم الاولاني انت. وعلى فكره الترجمه السبعينيه دي يا استاذ وليد، دي اللي كان بيقتبس منها اصلا كتبه العهد الجديد. لما كانوا كتبه العهد الجديد بيجي يقتبس من العهد القديم، بيقتبس من الترجمه السبعينيه مش النص العبري، لان في خلاف ما بين النص العبري اللي هو بتاع اليهود والنص السبعيني اللي هو بتاع المسيحيين. ده النص لا مش دي اللي انا بعتها لك. اعرض اللي انا بعتها لك. عارف انا بقراها له. وليد معانا يا وليد؟ معاك. ادي الترجمه العربيه السبعينيه اهو اللي احنا طلعناها. صوره مين ده؟ صوره البابا تودرس.
دي في الكتاب نفسه، انت لو اشتريت الكتاب هتلاقي فيه الصورة، يعني صورة أرثوذكسية 100%. شارع الفسطاس الدور الأول، متفرع من شارع عثمان بن عفان، مدينة الإسماعيلية، مصر الجديدة، القاهرة. وادي التليفون بتاعهم. كل البيانات. قداسة البابا تودرس. يعني كتاب مسيحي صرف. هوشع 9 بيقول هنا فتقتبلهم منفيس ويقبرهم مخيماس. مين مخيماس ده؟ قال لك مخيماس دي في النص العبري اسمه محمد. يعني المفروض دي نبوة عن ان النبي صلى الله عليه وسلم هيحارب اليهود وينتصر عليهم، لان النص بيتكلم عن اليهود، فبيقول لك ان النبي محمد هينتصر عليهم ويقبرهم. وده حصل لما النبي هاجر للمدينة واليهود خانوه او خانوا يعني العهد معاه، فالنبي حاربهم وانتصر عليهم، وتحققت النبوة اللي تنبأ عنها إشعياء أو هوشع. النبي ما تهزمش صلى الله عليه وسلم في ولا معركة ضد اليهود. حاربهم في خيبر وفي قريظة، وأجلاهم من المدينة قينقاع وبن النضير. بص حتى شايف الكلمة دي، حتى يا ادي الكلمة بتاعت النص المزوري يا وليد، شايفها؟ المسوري شبه العربي، يعني الحرف الأول ميم، اللي بعده حاء، اللي بعده ميم، اللي بعده دال، بس بالعبري بقى ميم حاء ميم دال. مكتوبة هنا يا وليد بالانجلش اهو. ادي قاموس اهو، ثانية كده جبت لك القاموس، انا هجيب فيه الكلمة اهو. بايبل هوب اهو، قاموس اهو. ادي الكلمة رقم 4261 محمد. رقم كم؟ رقم كم؟ 4261. بس يعني شوف انت بقى براحتك انت بقى. انا بالنسبه لي بصراحه يعني انا اقمت عليك الحجه امام الله سبحانه وتعالى. ادرس انت بقى الحاجات دي